هذا المواطن يوم أمس في العاصمة صنعاء في منطقة فج عطان تم سحبه وسبه وقذفه وبهذلته بدون أي سبب. والله يقول لي أحد الحاضرين بدون أي سبب مسكوه وقفوه قالوا أنت بتحمل ركاب؟ قال ما بنحمل، شوف الباص فاضي. قالوا له إلا بتحمل، وسحب وسبوه. قل لي يعني أحد الموجودين في الواقعة هذه يتواصل معي أمس المساء قال والله إني كنت رايح في ورشة عمل، أن من كثر المنظر اللي قهرني ما عاد رحت وأني أرجع. انقهرت من هول ما شاهدت رجال المرور هؤلاء وهم يهينوا المواطن ويسبوه ويدخلوا في عرضه ويقذفوه بأبشع الألفاظ. هذا تعامل الميليشيات الحوثية وأجهزة الأمنية والمرورية وما إلى ذلك مع المواطنين اليمنيين. أي واحد يقول لك والله المرور تعاملهم أو الأجهزة الأمنية تعاملها راقي، تعاملها راقي معك، ربما أنت منتمي للجماعة، لكن تعاملها مع غالبية الشعب اليمني بهذه الطريقة. يعني أخذوه بالقوة إلى ظهر الأبل الهيلوكس التابعة لهم وبيسبوه ويقذفوه عرضه. أنت كرجل أمن، هذا إذا كنتوا رجال أمن يعني فعلا وأنتم خريجين من مراكز أمن وعسكر حقيقيين، أي مخالف أي مواطن يرتكب مخالفة خذه جنب مركبته وخذه للتحقيق. وإذا سبك المواطن أو استفزك أو غلط عليك بكلام تسجل عنه في المحضر ويتأدب في القسم. أما إن كان أنت كعسكري تهينه وتأدبه قدام الناس والناس بيشاهدوك وتسبه وتدخل في عرضه، هذا نوع بسيط مما يجري للناس من ظلم من قبل هذه الجماعة وميليشياتها.